منذ يومين شاهدت فيلم خشخاش للمبدعة التونسية المخرجة سلمى بكار، عن حال وهي وثيقة تاريخية عن حال المرأة قبل الاستقلال وقبل صدور مجلة الأحوال الشخصية التي جاءت رحمة للمرأة ولمساواتها، لأجل مساواتها في فرص الحياة مع الرجل. وفيلم خشخاش هو يصور حال المرأة قبل الاستقلال، كيف كانت حياتها تقتصر على تمتيع الرجل، وهي لا قيمة لنفسها، ولا قيمة لا لنفسها ولا لجسدها. وقد أبدعت المخرجة التونسية سلمى بكار حين أوضحت عيشة الإنسان الذي كان تحت غطاء كاذب من الدين، وهم يكذبون بأنهم كانوا من الخارج هم يطبقون التقاليد والدين، ومن الداخل هم أكثرهم فاسدون. الرجل يمارس الرذيلة المثلية، والمرأة المسكينة اغتصبت وهي صغيرة، ثم اضطرت لتخون زوجها من أجل أن تنجب بسبب ضغط حماتها عليها والمجتمع بأنها لم تنجب بعد. فذلك هو المأساة للمرأة عموما الموجودة لليوم في العالم العربي الإسلامي، فهم يعيشون حياة الحيوانية، وهم يدعون أنهم يطبقون الحلال والدين وهم يكذبون. فالدين الذي هو في القرآن فقط هو الدين الذي لا يظلم النفوس ولا يجرح النفوس، وهو الدين الذي فيه وفاء بالعهود، وهو الدين الذي فيه الزواج الذي يبني عائلة مستقرة. وقد بين الله، وقد جاء القرآن ليصلح العرب الذين كانوا يعيشون حياة الحيوانية، وأعطى الله الأمثلة عن الأنبياء والسابقين، أمثلة بليغة عن الأنبياء والسابقين لمعالجة وإصلاح نفوس العرب. ولليوم العرب لم يصلحوا بعد، ولليوم المرأة تعاني حتى بعد مجلة الأحوال الشخصية. المرأة هي اليوم مبدعة في تونس، هي تسوق الطائرة، وهنالك المرأة التي صعدت للفضاء، ورغم ذلك وهي المرأة الأستاذة والطبيبة وكل شيء، والمهندسة، ورغم ذلك لا زالت تهان ولا زالت تنتقص من قيمتها، ينتقص من قيمتها باسم الحلال والحرام والدين. فالمرأة الأستاذة اليوم تخان من زوجها، وهي ولا حيلة لها إلا الحفاظ على عائلتها. من لا يحترم المرأة كنفس بشرية هو حيوان فقط.